في المغرب قبل الاستقلال ماشي غير السلاطين اللي عندهم السلطه واللي كيحكموا كانوا رجال كبار كيحكموا مناطق كامله بحال الا ملوك صغار. من بين الاسماء اللي باقي محفوره في ذاكره المغاربه كاين التهامي القلاوي باشا مراكش واللي ولا اقوى الرجال واغنى رجل حتى من السلطان في هذاك الوقت. شكون هو القلاوي؟ كيف وصل لهذا النفوذ والسلطه؟ وعلاش بزاف ديال الناس كيشوفوا في التاريخ كخاين؟ وشنو دار مع فرنسا؟ وشنو كان موقفه من السلطان محمد الخامس؟ هادو اسئله كثيره غادي نجاوبوا عليها. تزاد التهامي القلاوي سنه 1878 في دار قلاوه بتلوات من عائله امازيغيه نافذه. تولد في وسط عائله مشهوره بالسيطره والنفوذ في الاطلس الكبير. الوالد ديالو كان قائد كبير على تلوات، باه مات وخلاه باقي صغير وهو يتكفل به خوه المدني القلاوي ورث القياده من باه. تهامي القلاوي ملي كان صغير ما كانش باين عليه غادي يولي باشا مراكش، لكن كان ذكي وطموح وعنده لسان قادر يدوخ به الكبار. بدا المسار ديالو تحت جناح خوه المدني القلاوي اللي كان قائد كبير. قبيله قلاوه كبرت بزاف خصوصا ملي اكتشفوا مناجم ديال الملح، وكانت قبيلهم كتعتبر من اقوى القبائل في المغرب انذاك، وكانت كتخوض حروب كثيره ضد القبائل المتمرده. والتهامي كان كيتعلم في صمت الدهاء والحنكه من خوه. وكانت اول معركه غيخوضها التهامي القلاوي ملي كان عمره 15 عام باش يقم واحد الثوره متمرده ضد السلطان اللي هي قبيله وزكيت. وملي كان عمره 18 عام خاض معركه واحده اخرى في واد تيديلي. المهم التهامي بين على الحنكه ديالو واستطاع اخماد هاد الثورات اللي كان ضد السلطان. تهامي القلاوي كل ما كبر كل ما كتزاد خبرته في الحرب والتفاوض، وبدا كيرسخ النفوذ ديالو وسط قبائل الاطلس. في 1909 خوه المدني سلموا قياده قبائل قلاوه، ومن ثم بدا القلاوي كيبني سلطته الخاصه وغيمشي بعيد بزاف. القلاويين كانوا من اقوى القبائل في ديك المرحله، معروفين بنفوذهم العسكري وبقدرتهم على اخماد الثورات. وهذا الشيء خلاهم يكونوا قراب من السلطان مولاي عبد العزيز اللي كان كيعتمد عليهم بزاف في فرض النظام. كانت عندهم مصالح كبيره في الممرات التجاريه والمناطق الجبليه، وكيعتبروا نفسهم جزء من المخزن. لكن ملي كلفهم السلطان في قياده حمله ضد بوحماره وخاصه القائد المدني القلاوي وخوه التهامي، تلقاو مقاومه عنيفه وانهزموا هزيمه قاسيه قدام جيش بوحماره. وهذه الهزيمه كتعتبر ضربه موجعه للمخزن وخلت هيبه السلطان تهتز قدام القبائل. وهذا الشيء خلى السلطان يجردهم من مناصبهم ويفقد الثقه فيهم. ومن بعد هذه الهزيمه وتراجع نفوذ القلاويين بداو كيسترجعوا نفوذهم بطرق اخرى. وصلوا للذروه ديالهم في 1907 و 1908 وسط ازمه كبيره في المغرب مع احتلال فرنسا اللي وجد سنه 1907 والتهديد اللي كان على السلطان. تهامي واخوه المدني مشاو عند مولاي عبد الحفيظ في مراكش ووقفوا معاه باش يطيحوا مولاي عبد العزيز. وبالفعل بدعم القوات الكبار بحال القلاويين وقعت معركه بين مولاي عبد الحفيظ وخوه وسقط فيها السلطان مولاي عبد العزيز، وولا مولاي عبد الحفيظ هو سلطان المغرب. وبهذا الانتصار تبدلت الموازين في المغرب ورجعوا القلاويين اقوى. وبعد ما ترسخ حكم عبد الحفيظ عطى المناصب الكبيره للعائله القلاويه، حيث التهامي القلاوي تعين باشا مراكش واخوه المدني تعين صدر اعظم. هاد المناصب ما كانتش غير تكريم رمزي بل كانت اعتراف بالدور الكبير ديال القلاويين في دعم السلطان. وبهذه الطريقه رجع نفوذ القلاويين اقوى وبداو يحكموا مناطق واسعه تحت سلطتهم، وبقاو من اقوى القبائل اللي كتسيطر على السياسه المحليه في الجنوب والوسط حتى قبل دخول الحمايه الفرنسيه. وكانوا متسلطين على الناس وكيجمعوا الثروات بطرق كثيره وبلا عدل. كانوا كيستغلوا الناس وتيكدسوا في الثروات سواء من الضرائب او من استغلال الاراضي والموارد، وتزاد ثرواتهم على حساب الفقراء والسكان المحليين اللي كانوا تحت سيطرتهم. وكثر عليهم الشكايات من طرف القبائل بسبب تسلطهم. وهذه من الاسباب اللي خلت مولاي عبد الحفيظ يجردهم من مناصبهم ويقلص من نفوذهم. وبعد ما ضعف نفوذهم وتراجعت مكانته بسبب الشكايات والاجراءات ديال السلطان مولاي عبد الحفيظ، رجعوا القلاويين للمناصب ديالهم. منين جات الحمايه الفرنسيه للمغرب، الفرنسيين شافوا في القلاويين حلفاء قويين اللي يقدروا يعاونوهم باش يسيطروا على المناطق ديال الاطلس الكبير وسوس. فدعموا التهامي واسرتهم وعاودوا عطوهم مناصب كبيره، ولا التهامي عاود ثاني باشا مراكش وكيمارس السلطه بقوه من جديد. وبمسانده الحمايه الفرنسيه تهامي ولا عنده نفوذ كبير في قبائل كثيره وتيجمع في الثروات حتى ولا اغنى واحد في البلاد. مصادر كتقول الثروه ديالو كتقدر بمليار دولار في ديك الوقت. الفرنسيين كيستغلوا القلاوي كوسيط بين المخزن وبين القبائل وداروه اداه فعاله باش يخمدوا اي مقاومه ضدهم. بفضل الدعم ديال الحمايه بقى التهامي القلاوي في المنصب ديالو لعقود، حتى بدا الجو السياسي في المغرب كيتغير وبدات الرياح كتغير اتجاهها ضد القوات الكبار اللي كيخدموا الاستعمار.
بدا الغضب الشعبي كيتزاد، خصوصا مع تزايد بطش القلاويين ونهبهم ثروات الناس وتسلطهم اللي ولا معروف عند العام والخاص. ورغم ان الحمايه الفرنسيه كانت كتحميهم الا ان تحركات الوطنيين وصعود الوعي السياسي عند المغاربه خلى الكفه تبدا تميل ضدهم. بدا الشعب كيناضل من اجل الاستقلال، ومحمد الخامس كان مع الوطنيين وكيدعم حزب الاستقلال، والتهامي كان من اكبر المعارضين لهذا الحزب. وواحد النهار سنة 1950 في عيد العرش وفي قاعة العرش بالقصر الملكي وقعت واحد من أخطر المواجهات بين السلطان محمد الخامس والتهامي القلاوي. القلاوي دخل غاضب على الوطنيين واللي كيدعمهم السلطان وقال: جلالتكم خليتوا هادوك الصعالي كيعايرونا، هادو ماشي غير كيشتمونا، هادو كيهددوا العرش ديالكم، راه الهدف ماشي حنا، الهدف هو المس بعرشكم. وجاوبوا السلطان محمد الخامس بحدة: هادو اللي كتهضر عليهم ماشي صعالي، هادو مغاربه بحالك بحالهم، وانا متيقن من الوفاء ديالهم للعرش وللوطن، وما كاين عندهم حتى هم الا خدمه هاد البلاد. والسلطان بقى ساكت، والقلاوي كيهضر وكيتجاوز الحدود ديالو بلا ما يحس انه كيغرق راسو اكثر فاكثر. والسلطان كان عارف بلي القلاوي ماشي في حاله طبيعيه، وملي سال الهضره ديالو خرج من قاعه العرش وهو ما مستوعبش الكارثه اللي دار. تحدى السلطان البلاد قدام العرش. واخا هذه المواجهه كانت شفويه الا انها كتظهر الفرق بين سلطان واثق بشعبه ورجل سلطه باع راسه للاستعمار. من بعد المواجهه الشهيره في قاعه العرش سنه 1950، توتر بين السلطان محمد الخامس والتهامي القلاوي زاد بزاف. القلاوي خرج من القصر وهو ما مستوعبش حجم الخطا اللي دار، انه تحدى سلطان البلاد وجها لوجه. استغلت فرنسا هذا الوضع اللي بين السلطان والباشا لصالحها. من بعد هذا الحدث القلاوي غيعيش حاله من وخز الضمير اللي غتلاحقه حتى ل 1955 ملي غيسمع التهامي من لسان الملك كلمات العفو والغفران. في السنوات اللي من بعد بدا القلاوي كيقوي علاقاته مع فرنسا اكثر وحاول يقدم راسه كحامي العرش من الوطنيين. لكن في الحقيقه محمد الخامس ولا رمز ديال الامل عند المغاربه، والوطنيين تزادوا قوه، وبدات فرنسا كتشوف ان السلطان كيمثل خطر على وجودها في المغرب. وبدات فرنسا كتخطط كيفاش يتخلصوا منه. المقيم العام الفرنسي غيوم بدا كيدرس معه في باريس السيناريوهات الممكنه لنزع السلطان من العرش. فرنسا ما كانتش باغيه تبين قدام العالم انها كتنفي ملك شعبي، فخاصها مبرر داخلي. وهنا بدات حملات القمع والاعتقالات وحظر حزب الاستقلال وعزلوا الموظفين المغاربه الموالين للسلطان. وهنا التهامي القلاوي بدا كيجمع الباشوات والقواد الكبار اللي كانوا كيحكموا في المداشر والقبائل والمتسلطين على الناس، واللي كيستافدوا من الحمايه الفرنسيه في العقارات والضرائب اللي كيستخلصوها بطرق ملتويه، وحتى التجاره في المخدرات وفي دور الدعاره، وتيكدسوا في الثروات. في واحد الوقت الشعب فيه كيموت بالجوع. القلاوي ما كانش كيهمه غير الصراع السياسي مع السلطان، بل كان كيبني شبكه قويه من المستفيدين اللي مستعدين يضحيوا بالشعب باش يحافظوا على امتيازاتهم. القلاوي ما كانش غير باشا مراكش، كانت عنده هاله ديال سلطان صغير. ملي كيدوز من طريق القواد والشيوخ والناس البسطاء كلشي كيوقف وكيتعاملوا معاه بحال شي سلطان. كان كيمشي في مواكب ضخمه ومزينه، والفرنسيين ساعدوه باش يعطي صوره ديال القوه والهبه، حيث كان هو السند ديالهم. وفي مناطق كثيره وخاصه وسط الاطلس وفي مراكش كيشوفوه عنده نفوذ اكبر حتى من السلطان نفسه. والقلاوي كان كيحيي ليالي فخمه في القصر ديالو، خاصه قصر الباشا في مراكش، فيها الاكل الفاخر والموسيقى الاندلسيه والرقص والجواري اللي كيقدموا العروض. كان كيدير ولائم كبيره كيستضيف فيها القواد الكبار والمسؤولين الفرنسيين وبعض الاجانب، بحال رئيس الوزراء بريطانيا وينستون تشرشل اللي كانت كتربطهم صداقه قويه. هاد الليالي كانت كدوز فيها صفقات كبيره ووعود، وهاد البذخ والتبذير كان كيتناقض مع معاناه الشعب المغربي اللي كان كيعاني من الفقر والظلم والضرائب. وبزاف ديال الناس كيعتبروا ان قصر القلاوي في مراكش كان اشبه بقصر فرعوني وسط المغرب المستعمر. وفي بدايه 1953 بدات المفاوضات بين الباشا القلاوي والقوات المتآمرين ومع المقيم العام الفرنسي في عزل السلطان وتنصيب واحد اخر مكانه. وفي صيف 1953 القلاوي دعا القوات الكبار المتآمرين واعلنوا رسميا العصيان على السلطان. هذا الحدث كان صدمه كبيره، حيث اول مره في التاريخ الحديث باشا مغربي يتآمر بشكل علني ضد سلطان البلاد. وفي 20 غشت 1953 فرنسا خدات اخطر قرار، وهو نفي السلطان هو وعائلته لجزيره
كورسيكا، ومن بعد لمدغشقر، وعينوا مكانه بن عرفة كسلطان ثوري. وهذه اللحظة كانت نقطة التحول في البلاد. فرنسا والقلاو كانوا كيظنوا سيطروا على البلاد، لكن في الحقيقة عاد بدات الفوضى في البلاد، والشعب بداو كيقاوموا بقوة أكثر من الأول. القلاوي كان كيظن أن الشعب باقي غافل بحال قبل ملي طيحوا مولاي عبد العزيز وتم تنصيب مولاي عبد الحفيظ، وأن هذه الأحداث ديال استبدال السلطان بآخر ما غاديش تأثر في الشعب. لكن نسى أن الشعب بدا أكثر وعي وأكثر قدرة على المقاومة والتأثير، والناس بداو كيهتموا بالسياسة وبداو كيعرفوا الحقوق ديالهم والشروط ديال الحكم العادل. وهنا بدات النهاية ديال القلاوي. الانتفاضة تزادت أكثر سنة 1954 و 1955، والفرنسيين بداو كيتخلاو على القلاوي. وكانت محاولة اغتيال الباشا يوم 20 فبراير 1954 ملي نجا من محاولة اغتيال اللي تعرض ليها وهو كيأدي صلاة الجمعة بجامع الكتبية، ملي رماو عليه الوطنيين القنابل ونجا من هذه المحاولة. القلاوي بدا كيأنبوا ضميره، خاصة أن الفرنسيين تخلاو عليه، والشعب كينتفض من أجل استرجاع الملك، حيث شافوه ضحية للمؤامرة الفرنسية والقلاوي والقوات المتآمرين. فرنسا حاولت تبرر نفي السلطان بوسائل إعلامية، لكن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية كانت مستمرة. وهنا بدأ تصاعد الضغط على فرنسا والحركة الوطنية بدعم من الصحافة الدولية، وبعض الدول العربية بدأوا يضغطوا على باريس لإعادة السلطان. في هذه الفترة القلاوي كان في لندن، وفي أحد الليالي مع تشرشل رئيس وزراء بريطانيا اللي كان صديقه ما عجبوش الوضع والطريقة باش نفاو الملك والطريقة باش عاملات فرنسا القلاوي ملي تخلاو عليه. وهنا القلاوي قال تشرشل أن السلطان كنحترمو بزاف وكنقدرو، وكما كنت كنخدم باه كنخدم حتى ولدو سيدي محمد بن يوسف، وأن الموقف اللي خديته كنت مضطر نتاخدو، خاصة أن السلطان تحالف مع الوطنيين وكيهين البشوات والقواد اللي كيسندوا الملكيه. الوطنيين همهم هو يستخدموا الملك باش يوصلوا للسلطه. فرنسا في هذه المرحله بداوا يحسوا ان الوضع لا يحتمل، وان استمرار ابن عرفه وحكم القلاوي ما غيخليهمش يسيطروا على المغرب. وهنا بدات المفاوضات من اجل عوده للسلطان لاحتواء الغضب الشعبي، والهدف كان ازاله بن عرفه وارجاع الشرعيه لمحمد الخامس. وهنا تواصل القلاوي مع حزب الاستقلال رغم ان الحزب تكتم على بعض المعلومات. القلاوي قدر يتواصل معهم بطريقه غير رسميه، والهدف ديالو انه مستعد يساهم بارجاع الاستقرار للبلاد، والقلاوي واعد الحزب بالدعم ماديا ومعنويا. هذا التواصل ساهم في تسريع المفاوضات، حيث فرنسا شافت ان الاطراف المغربيه الكبار بداوا يوافقوا على عوده الملك للعرش، وحتى القلاوي كان من هذه الاطراف اللي بغاو يرجعوا الملك، حيث هو الوحيد اللي يقدر يرجع النظام للبلاد. وفي 16 نوفمبر 1955 محمد الخامس رجع للعرش واستعد مكانته كرمز للوطنية، والمرحلة كانت مقدمة لاستقلال البلاد. وهنا القلاوي بعد ما كان متآمر ضد السلطان لقى راسو معزول سياسيا وفاقد لكل شرعية. التاريخ كيسجل أن القلاوي دخل عند محمد الخامس ركع وباس ليه رجليه كاعتراف بالخطأ الكبير اللي دار، وطلب منه السماحة. هنا السلطان تعامل معاه بتسامح كبير وما انتقمش منه، بالعكس استقبله. لكن في المقابل عند الشعب صورة القلاوي بقات مرتبطة بالخيانة والتآمر مع الاستعمار. وفي 1956 بعد استقلال البلاد توفي القلاوي في صمت، وكأن التاريخ حسم القصة بشكل رمزي. وهكذا تنهي قصة تامر القلاوي من قمة النفوذ والسلطة إلى لحظة الانكسار أمام إرادة الشعب وأمام السلطان، من حامي العرش في نظر فرنسا إلى رمز للخيانة في ذاكرة الشعب. التاريخ كيعلمنا أن القوة بلا شرعية مصيرها الزوال. ما تنسوش تتابعونا في مدرسة الزمن لمزيد من القصص اللي غترجعكم لأهم لحظات تاريخنا.